السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم خاوتي خواتاتي درت واحد الخبز، شفت واحدة مكسيكية دارت وجربته ما شاء الله. احنا في الجزائر تقريبا عندنا بحال البريوش، هو يجي طري من برا وكريسبي. كريسبي هي مقرمش من طري من الداخل سوري، ومقرمش من برا. لهنا عندي 500 مليلتر تاع حليب نص ريتله، وعندي كاس تاع سكر اللي تحب دير نص كاس دير، وعندي مغرف تاع ماكلة تاع خبز تاع خميرة الخبز صح. نخلطهم مليح مليح، والحليب ماذا بكم يا اما يكون برا من الفريجيدير يا اما تدفوه شويه، المهم ما تحطوهش بارد. نغلفها لهنا بشكاره بمغطى باش ما كان 10 دقائق 10 دقائق، ونعاود نرجع ليه. بعد ما رجعت لها 10 دقائق نخلطها، نميكسي هذاك الشيء كل شيء مع بعضه. لهنا عندي نص كاس تاع زيت، شويه قل من نص كاس، عندي رشه تاع ملح، وعندي مغرف تاع خل. نخلط كلش مع بعضاه، ومن بعد نزيد عليهم 2 حبات بيض. البيض خرجته الصباح من الفريجيدير، ما ديروهش بارد. نخلط كلش مليح مليح، ويعني حاجه ما شاء الله. راكم شفتوا في الفيديو في الاخر ولا في الاول، يجي من الداخل طري ومن برا شويه يابس. عندي شكاره تاع خميره تاع خبز، اللي تحب دير نص دير نص. ندير هو العبر تاعو 6 كيسان فرينه. انا لهنا الفرينه تاعي ما تشربش، درت تقريبا قريب 7. حطيت 4 كيسان، نخلطهم مليح مليح عاد باش ندير عليهم الفرينة اللي بقات. هاني بعد ما درت 4 كيسان حطيت هذيك الشكارة تاع الخميرة، وإلا كانت الفرينة تاعكم تشرب راه 6 كيسان عبر قد. نخلي هذاك الشيء يتخلط مليح مليح عاد باش نكمل عليه 2 كيسان، وعيني هي ميزاني. العجينة ما خصهاش تجي يابسة وما خصهاش تجي مطلوقة كي تاع المسكوتشو، تجي شادة روحها بصح تتلصق في اليدين. هاي لك باينه الفرينه ما تشربش. لان المجموع راه 6 كيسان، عاد بديت نزيد بشويه خرجت لي قريب 7 كيسان. واللي ما عندهاش الماشينه تخدم بيديها. لهنا سمحوا لي شويه الفيديو طولته شويه، لانه صراحه جربتها مره، شفت واحده دارتها وجربتها المره الثانيه قلت ندير معكم الفيديو. لانه احنا عندنا البريوش تاعنا في الجزائر يجي طري من الداخل ومن برا، يجي كل بونج. هذه ثاني تجي ما شاء الله من الداخل طريه ومن برا شويه ماشي يابسه كريسبي مقرمشه. ودوك تشوفوني في الاخر انايا الخبزات كبرتهم شويه. اللي ديرها اول مره ما تكبرش الخبز، ديرهم قرصات صغار. واللي ما حبيتش دير قرصات صغار في سنيوه دير قرصات صغار ومشي في سنيوه واحده، يعني تبعدهم على بعضهم. هاي اللي كملنا قريب تقريبا قريب 7 كيسان. بعد ما تتلملي العجينه ضروري ديري لها الزبده قيس 2 مغارف 3 مغارف، يعني هاي ليك مرصو صغير، يعني ما تكثروش الزبده بزاف. كيما هذه فيها 100 غرام، هي تجي من 50 حتى ل 100 غرام. تقدري ديري النص تاع هذه. الزبده ثاني خرجتها الصباح وحطيتها على برا باش تكون سخونه على درجه حراره المطبخ، وخليها تعجن على خاطرها حتى يتلملي كلش. هاوليك شوفوا العجينه كيفاش تجي دايره. انا لهنا درت الزيت في يديا باش ما تلصقليش. دوك نوري لكم كيفاش جات. هاي ليك يا هي تتلم يا هي مطلوقه شويه، المهم فهموها وخلاص. يا هي تتلم يا هي مطلوقه شويه. هكا درت لها كامل الزيت باش ما تيبسليش، ونخليها تخمر على خاطرها. انا لهنا ما طولت لهاش، هي نورمال نخلوها ساعه حتى ساعه ونص، انا عطيتها 40 دقيقه. 40 دقيقه خليتها تخمر على خاطرها وغطيتها بالسرابت، وبعد 40 دقيقه رجعت لها. هاي ليك انا لهنا عندي
واحده الاصفر تاع البيض، وعندي شويه فانيلا، وعندي شويه حليب هكا باش ندهن الخبز من الفوق. هاهي ميكسيت كلش وحطيتهم على جيه. ولهيك عندي الجلجلان حنا نقولوا له، كان اللي يقول له سمسم، كان تحبي ديري هذاك السانوج، كل واحد واش يحب يدير. انا لهنا عندي جلجلان بالزايد مقلي ومحطوط على جيه، قلت خلي نديرو. اشاك فوا ندهن يديا بالزيت بس تتلاصق بزاف. راني نقول لكم اللي ديرها اول مره تصغر قد ما تقدر، ودير سنيوه كبيره وديرهم كشغل قرصات صغار، ولا واخا ديرهم قرصات هكايا ما تكبرهمش، ديريهم صغار وحطيهم حدا بعضاهم باش ما يجوكش معجنين. ان فوا ديريها خطره زوج تولفي بها، تعودي تكبريهم تصغريهم كيما حبيتي. هاي ليك لهنا خرجت لي في سنيوه شي 5، والاخرى حطيت وحده كومبلي باش تجيني اوفال. هاي ليك نزيد ندهن يديا بالزيت، حتى وهذوك السنيوات اللي عندي تيفال يعني ما يلصقوش، العجين هو اللي راه يتلاصق. بون هكذا دهنتهم الفوق بهذيك الصفر تاع البيض والفاني والحليب. درت شويه فاني باش ما تجيش هذيك ريحه البيض فيهم، ونخليهم يخمروا شي نص ساعه. على هذيك النص ساعه انا راني شعلت الكوشه تاعي راها تسخن 180 درجه. في الجزائر حنا لهنا عندنا 350، هذيك هي 180 درجه. المهم انا الكوشه تاعي ما فيهاش هذيك الفونتيلاتور، نشعلها غير من التحت ومن الفوق. شعلت الكوشه تاعي سخنت، طيبت الخبز غير شفتو حمار كامل، شعلت له يا ربي 2 دقائق من الفوق ما فايتاش، ونحيت الخبز تاعي ودوك تشوفوه في الاخر. ان شاء الله يا ربي تجربوها وتعجبكم، وعلى الله ديروها اول مره كيما درتها انا اول مره ونجحت فيها. ان شاء الله انتم كيف. وشكرا، وان شاء الله الفيديو تاعي يلقاكم بخير وعلى خير وملاقاة الخير. هذه هي.